السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. احنا دلوقتي في شهر رجب، لسه شهر رجب ما خلصش وداخل علينا شهر شعبان. فعايزين ايه؟ عايزين نلحق نخزن، نجيب فراخ بكميات كبيرة، ونجيب لحوم بكميات كبيرة، نجيب 10 15 قولي 20 كيلو لحمة نشيلهم في الفريزر عشان رمضان. ايش بوفتيك ووش ستيك وايش لحمة عادية، واللي بيتعمل كفتة دي حاجة تاني. حاجات كتير محتاجينها في رمضان. ما تنسوش العزايم، وما تنسيش تجيبي 15 فرخة على الأقل. لا 15 فرخة مش هيكفوا. هاتي 20 فرخة، كله مش هيخسر. وما تنسيش يا مش رمضان، وما تنسيش البلح، وما تنسيش الحاجات التانية المكسرات لا غنى عنها. امال هنزين الحلويات بايه؟ ما تنسيش كمان تخزني خضار. خزني على قد ما تقدري. خزني، ما تنسيش خزني بسلة، وخزني جزر، وخزني برتقان، وخزني عصير برتقان، وخزني حاجات كتير كتير لازم تخزني. وفراولة ماشي، وجوافة ماشي، وموز ماشي. اوعي تنسي حاجة، اوعي يفوتك حاجة من خزين رمضان، اوعي، وإلا هيضيع عليك شهر رمضان. ازاي يجي شهر رمضان من غير ما نخزن الحاجات دي يا جماعة؟ ازاي؟ مين هياكل الحاجات دي؟ ازاي رمضان يجي علينا واحنا مش مخزنين الحاجات دي؟ ما تنسوش المشروبات ليها وضع تاني خالص، والفواكه ليها وضع تاني خالص، واللحوم والفراخ والاسماك. نسينا الاسماك، ده احنا افتكرنا الفراخ وافتكرنا اللحوم وافتكرنا الاسماك. لازم نجيب من كل انواع الاسماك ونخزنها في الفريزر، نتبلها كويس ونظبطها ونحطها في الفريزر. وما ننساش كمان كل انواع العصاير نجيبها من عند العطار. الخروب، التمر هندي، العرقسوس، السوبيا. يا كل المشروبات ده هيكون في حر، هيكون في حر وفي عز الصيف. ازاي يعني ما نخزنش ونجيبش من عند العطار الحاجات الحلوة دي اللي بنحب نشربها؟ والتمر يا جماعة اوعوا تنسوا تجيبوا كرتونتين 3 من التمر، ده مهم جدا. امال ازاي هيبقى عندنا طاقة طول النهار؟ ده احنا صايمين. وما ننساش نجيب قد 10 كيلو قولي 15 كيلو من الفول علشان ندمسه لزوم السحور. وجيبي بالمرة الأجبان، اوعي تنسي الأجبان بكل أنواعها، بس ما تكترش من الجبنة الحادقة والجبنة القريش، ده هيتاكل في السحور. انت عايزة تعطشي في النهار ولا ايه؟ انا بتكلم بجد. اوعوا تنسوا الكلام ده كله، اوعوا تنسوا. خلوا بالكم، الحاجات دي مهمة جدا، ولو نسيناها هيجي رمضان ازاي وهنقضي رمضان ازاي؟ ده شهر بحاله يا جماعة، شهر 30 يوم او 29 يوم. علشان ايه؟ نستقبل رمضان كده واحنا مستعدين. نجيب بقى فراخ ونعمل اصناف تتبيلات للفراخ، البانيه والدبابيس وحدها، والناجتس لوحده، والبفتيك وحده. في بفتيك لحمه قصدي، الفراخ هنعملها بانيه، انا اتلخبطت. ما تنسوش كمان لازم يكون عندنا كميه وفيره من الخضار دي حاجه والفاكهه دي حاجه تاني. اوعي تنسي حاجه. خزنتي ملوخيه وهاتي ملوخيه كتير وقرطفيها واغسليها وخرطيها كده وخليكي ست شاطره، واعملي كميه كبيره، اعملي درجين ملوخيه. ما تنسيش القلقاس، ما تنسيش البسله احنا قلناها في اول الكلام، ولا الفاصوليا اوعي تنسيها. تمام. والسوبر ماركت يا ستي اعملي حسابك 5-6 آلاف جنيه تجيبي حاجات من السوبر ماركت. ما تنسيش الرز، اوعي تنسي المكرونات لازم تجيبيها بكل انواعها. واوعي تنسي، ركزي على لسان العصفور، لازم يوميا يكون على السفرة في لسان عصفور الشوربة، ده هي اللي بتدينا طاقة. والخضار يجي فريش. طبعا انت خزنتي خضار في الفريزر، لا ده لشهر رمضان عشان انت تسهلي على نفسك وتسحبي من الفريزر على طول وتحطي على طول وتطبخي وتحطي. ويا سلام لو سويتيه وشلتيه مستوي في الجاهز في الفريزر. اقول لك على حاجة وعلى نصيحة حلوة،
اوعي تستهوني بكلامي، جيبي 2 ديب فريزر او 3 ديب فريزر ومن الحجم الكبير خالص. شوفي لو في 7 درج 8 درج هاتيه، تمام، عشان يكفي الخزين بتاعك بتاع رمضان. ده شهر بحاله يا جماعة، مالكم انتوا مستهترين بيه ليه؟ تمام. لازم نخزن كل حاجة، رز ومكرونة وحاجات حلوة كده من المكسرات واليميش. واوعي تنسي قبل زحمة رمضان الدنيا هتغلى، روحي كده لمخبز حلواني حلو كده ونضيف، وهاتيلك بقى كمية كبيرة من الكنافة وكيسيها وخزني في الفريزر. ولو ينفع تجهزيه وتحطيه في الفريزر بحيث تطلعي هتتبقى فويل كده كتير كتير واكياس كتير، وجهزي واحشيه مكسرات ويدوبك ترصيه تجيبيه في رمضان وانت مزنوقه ما عندكش وقت عشان توفري وقت للعباده. وجيبي بقى ورصي في صواني وحطي عليه سمنه وظبطيه بحيث تطلعي في رمضان ترص في اجدح صينيه كده وترمي في الفرن، يلا وكله هيستوي. والشربات اوعي تنسي الشربات بتاع الحلويات. شوفي كده انت الكميه اللي انت هتحتاجيها كام، اعمليهم بصي في ازايز، عارفه الازايز الكبيره خالص دي الحجم الجامبو، هاتلك 5 6 ازايز اعملي فيهم شربات للحلويات. ما احنا في رمضان ده 30 يوم يا جماعه، مالكم مستهترين ليه؟ طبعا كلكم مستعجبين من كلامي، انا نفسي جالي ذهول من اللي بشوفه من القنوات والناس وجنون التخزين عشان رمضان. ايه يا جماعة، ده شهر هنعديه كأنه شهر اي شهر من شهور السنة. ده شهر عبادة، مش شهر اكل، مش شهر مجاعة، مش شهر فجع. هنعمل عزومة، انا عايزة اعرف هو هيكون في رمضان عزومة لأهل أي ست بيت، عزومة لأهل زوجها وعزومة لأهلها، تمام؟ ده الأمر الطبيعي. لو صحاب جوزك هيتعزموا كمان عزومة، دي كده 3 عزومات، تمام؟ وانتي اللي عزمتيهم هتتعزمي عندهم، يعني انتي بكتيرك 3 عزايم في الشهر. ليه بقى؟ التخزين والتقويم والصراع على ان نخزن ايه ونخزن ايه، واللي تجيب لك 10 فرخات ولا 15 فرخة وتتبل وتخزن. جرى ايه يا حبيبتي؟ الفراخ اللي انت بتخزنيها دي ما تعرفيش مهما لو كنت متبلاها ومهما كنت غسلاها مع الركنة في الفريزر هتدمم وهتبوظ وهيبقى شكلها مش طازة وطعمها مش طازة ومش حلوة. بتتكلموا ازاي؟ بتخزنوا كمان من قبل رمضان بشهرين، ده من قبل ما ندخل في رجب الناس بتقولك نخزن، يلا نخزن، والناس ماشيه ورا القنوات، يلا نجيب ونخزن ب10 15 ألف جنيه ب20 ألف جنيه يا دوبك نخزن بيهم. هو ايه ده كله؟ هو ايه اللي حصل؟ ده هي حاجات بسيطة بنخزنها. حبة توم عشان ما تقفيش وتقشري وتتعبي، حبة بصل تشوحيهم، حاجات بسيطة مش الكمية الفظيعة اللي انتي عاملاها دي. انتي يا حبيبتي كلنا محدش يقدر ينكر ان احنا بالليل بنبقى صاحيين لحد الفجر، وراكي ايه من اول الفطار لحد السحور. هتضحكي على مين وتقولي مثلا ماسكه المصحف 10 ساعات بتقري فيه او عماله تصلي 10 ساعات؟ احنا هنصلي ونقرأ القرآن بتاعنا ونعمل ورد وهنصلي قيام والتراويح وكله تمام التمام. كله ده مش هياخد 2 ساعات من وقتنا، باقي الوقت بنعمل فيه ايه؟ حضري عندك عزومة، حضري ليها من بالليل انت وفترة انت وسهران انت بتتسلي قدام التلفزيون قدام المسلسلات اللي لا حصر لها. طبعا ده انا مش بشجع على الفرجة على المسلسلات، وده شهر عبادة وكل حاجة، لكن كل حاجة بالعقل وبالمنطق. احنا بنأفور ليه في الحاجات دي كده بزيادة؟ بنرهق نفسنا وبنحمل نفسنا فوق طاقتها ليه؟ والله بتبقى عرضة ان تخزني وتملي الفريزر حاجات كتير ولحوم وفراخ وعصاير وخضروات واكلات جاهزة، ويقطع النور كعادة كل الناس في الصيف في مصر. النور يقطع الفريزر ساعات بيقعد باليوم كامل النور قاطع.
بيبوظ كل اللي فيه، بيسيح كل اللي فيه، بيفك مرة واتنين اللي فيه. فليه نغرم نفسنا بزيادة؟ ده شهر كريم، يعني ربنا بيرزقنا يوم بيومه. هي حاجات بسيطة. شهر رمضان لو عملت صينية بسبوسة 100، مش شرط تعملي بسبوسة وكنافة ومش عارفة قهوة بقلاوة ونبقى عاملين في البيت، وغير اللي هاتلنا من بره. لا وعايزين بتاع بره، لا بتاع بره حاجة تانية خالص. لازم نجيب. ليه يا حبايبي ما يتمشى رمضان زي الايام العادية؟ يوم اكل فراخ، يوم اكلة مسقعة، يوم اكلة كشري، يوم اكلة بصارة، مالها؟ ما اكلات جميلة اهي، اكلات جميلة والله. يوم اكلة لحوم، هنخلي في الاسبوع مرتين 3 لحوم، مش كل يوم كل يوم كل يوم. ليه يعني؟ والا السحور بقى ده كله كوم، والسحور حاجة تانية خالص. اللي تعمل لي الفول المدمس بلحمة مفرومة، واللي تعمل لي المدمس بالبسطرمة وبالسجق ومش عارفة بايه. هو الفول وحبة جبنة وكوباية زبادي وسلام عليكم. هو ده اللي محتاجينه. كتر التتقيل في السحور. ولا ونازل حاجة تانية كنت هنساها، لازم ناكل حلويات في السحور عشان ناخد طاقة. مين قال الكلام ده؟ هو السحور اوصانا الرسول ان نأخر في السحور. انا بعرف ناس بتتسحر كوباية لبن وحتة توست صغير او حتة رغيف فينو وبضاية ومية على كده. اقسم بالله احسنها سحور خفيف كده وبيسند المعدة وبريحها ويبقى جميل جدا. حبة فول بحبة بيض 100، علبة الزبادي وراها جميلة جدا. مع اني انا من الناس بامانة اول ما باكل الزبادي في السحور معدتي بتولع. معرفش انا غير ما خلق ربنا. الناس تاكل الزبادي بالليل وترتاح، انا باكلها ومعدتي تولع. فانا مش اساسي معايا الزبادي خالص. ممكن حبة لبن، حبة صغيرين بعد السحور كده بشوية اشربهم، وبعد كده اتوضى واروح اصلي الفجر وامسك المصحف بتاعي كده تمام التمام. ده غير كمان ان شاء الله باذن الله هكلمكم عنه في فيديوهات قادمة. الخزين والجنون والهوس بتاع الناس في الخزين والبهرجته بزيادة ده كوم، والعادات اللي بتجرى في رمضان دي كوم تاني خالص. احنا بنضحك على بعض، احنا بنضحك على نفسنا، بنقول لا ده شهر عبادة، لا مش عارف ايه، وعشان نوفر وقت عشان مش عارفة ايه وايه. لا يا جماعة، شهر عبادة وشهر عمل. ربنا هيزود حسناتنا وهيجازينا خير لما نشتغل واحنا صايمين، لما احنا نأدي واجبنا وعملنا واحنا صايمين. ماشي؟ مش طول النهار نرنخ وننام، واول ما المفطر يدن نصحى وبقى جالنا الفوقان والصحيان ونجري نروح من هنا ومن هنا ومن هنا، وطول اليوم اللي بنقول شهر رمضان للعبادة واخدينه كله نوم. انا مش بتكلم على نفسي ومش بتكلم على ناس معين. في فئة من الناس ماشي معاها رمضان كده، وفئة كبيرة جدا مش فئة صغيرة. فرمضان شهر عبادة وشهر عمل. ربنا ما قالش نصرف الاسراف ده كله، ربنا قال بالمعقول. ده شهر فيه بنصوم عشان نحس بالفقراء، مش عشان نملى ونكبس في كرشنا. علشان ايه؟ ده شهر رمضان واحنا صايمين طول النهار. بالعكس، حاجات بسيطة، كوباية عصير كده ظريفة خفيفة مع حبة شوربة، والفطار بتاعك ايا كان. ان شاء الله ان كلتي في فطارك وفي سحورك فول مش هيقولك لا، جسمك ولا معدتك مش هتقولك لا. اهم حاجة ان انت اكلتي، سندتي قلبك، صلبتي طولك بلقمة وخلاص. ليه لزوم ده كده وده كده وده كده، ونطلع من شهر رمضان وزننا كده قد كده؟ ده فرصة شهر رمضان. اللي عايز يظبط جسمه يظبطه، اللي معاه حاجة يعملها، نتقرب من ربنا. احنا كده بنبعد من ربنا بالإسراف اللي احنا بنعمله. إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين.
فليه يا حبايبي نصرف بزيادة كده؟ ويا ريت الفيديو بتاعي ده يتسمع على اوسع نطاق عشان الناس تفوق بقى، تفوق. ويا رب اكون ولو بجزء بسيط خليه شهر كريم، شهر نحس بيه بالفقراء وبالغلابة، نعمل حاجات حلوة ربنا يجازينا بيها كل خير، نشوف مين محتاج ونساعده، مين مثلا الاكل اللي بزيادة ده بنعمله 3/4 اكتر من 3/4 مش بيتاكل، بيتخزن فوق بعضه في التلاجة، وتاني يوم عايزين حاجة تغيير بقى، عايزين حاجة جديدة. فبالله عليكم ارحموا نفسكم وارحموا الناس اللي بتقلدكم، فبلاش الاسراف زيادة. واخر كلامي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوناش بقى في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واللي اول مرة يزور قناتي اشترك في القناة وفعل الجرس، وانتم معدين ما تنسوش اللايك ودعوة حلوة من قلوبكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.